أحد كرامات السيد الشهيد محمد صادق الصدر مم أحد طلابه. امرأة مريضة راجعت أحد الأطباء في النجف، وقال لهم الطبيب أنها فلتكتب وصيتها لأنها مصابة بمرض خبيث واصل لدرجة عالية تقريبا استشرى في كل جسمها. فالمرأة حزنت حزنا شديد وقالت لولدها: يا ابني، اخذني للسيد محمد الصدر، أنا أعرفك تدرس عنده وتسولف عنه، اخذني إله. فكان وقت نهار، وقت محاضرات السيد محمد الصدر في جامع الرأس لطلاب بحث الخارج، فأخذها لجامع الرأس وانتظر حتى يخرج السيد محمد الصدر. فأول ما خرج السيد محمد الصدر، المرأة أم طالب نادت: يا سيد محمد الصدر أنقذني، يا سيد محمد الصدر عندي أولاد صغار محتاجين وجودي وتربيتي إلهم وأريد أرعاهم. فسيد محمد الصدر مباشرة بدون ما يستفهم عن الموضوع نزع عبايته وألقاها على المرأة المريضة، المرأة والدة الطالب، غطى المرأة كاملة بعبايته ثم رفعها منها فقال لها: توكلي على الله، إن شاء الله تبقين طولة عمر وترعينهم. رجعت المرأة هي وابنها طالب الحوزة للطبيب وعمل لهم فحوصات من جديد وتحاليل، وإذا بالمرأة نظيفة خالية من أي مرض السرطان، حتى تعجب الطبيب فقال لهم: كيف فعلتم هذا؟ قالوا له: هذا سر بيننا وبين ولي الله السيد محمد الصدر الذي أخرجها من هذا المرض.